يومين بس على أماونديار، وأنا صحيت الفجر عشان أجمع لكم اللي حصل. أول حاجة، فرانس خلصت الإحماء ب3-1 على نورذن آيرلند، واللي عمل هاتريك هقول لكم بعد شوية مين، لأن الراجل ده ريال مدريد بتجري وراه من شهر. وفي فخر مصري لسه باظة، طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر اتختاروا رسمياً لماتش ساوث كوريا وتشيك ريبابليك في كأس العالم. يعني علم مصر هيكون في أمونديال لحد لو منتخب. أول ماتش لسه بعيد، ده اللي اسمه شرف. بس استنى الجامد. وفي نفس الوقت حكم صومالي اسمه عمر أرتان كان هيبقى أول صومالي في تاريخ كأس العالم، اتمنع من دخول أمريكا في مطار ميامي ورجعوه تركيا رغم إن معاه فيزا فيفا. حرام عليكم. وأنا هقول لكم رأيي بصراحة، فيفا بتحكم أمونديال غلط. إيران وإيراق بلجاتهم برضو في مشاكل دخول، وحكم اتدرب طول عمره علشان اللحظة دي ضاعت بختم في باسبور. ده مش مونديال، ده مطار. وخليني أوجعك بالرقم، مايكل أوليس هو اللي عمل ال3 أهداف ووصل ل57 جون، وأسست النسم ده مع النادي ومنتخب. تفتكر مين قد كده في سنه دلوقتي في يوروب؟ مفيش. والكلام اللي بيتقال إن ريال مدريد هيشتريه بعد المونديال. وفي خبر بيفرح برازيل، الاتحاد البرازيلي طلع بيان رسمي إن نيمار عمل رنين الاتنين، والنتيجة تحسن ملحوظ. لسه مفيش ميعاد رجوع، بس الباب اتفتح. وفي إيطاليا جوفنتوس خلاص حددت هدفها للجون، ديبو مارتينيز بطل العام. أليسون راح، والأرجنتيني جاي. طب وانت اللي صحي معايا الفجر ده، أنهي خبر فيهم وجعك أكتر؟ الحكم الصومالي اللي اتظلم، ولا أوليسي اللي بيطير، ولا ديبو اللي سايب أستون فيلا؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.